عمرك سألت نفسك ليه كل ما الوقت يزيد انتاجيتك بتقل؟ ليه لما بيكون عندنا اسبوع نسلم فيه مشروع بنبدأ فيه يوم التسليم؟ ليه بنقعد فاضيين اليوم كله واخر ساعة قبل النوم بنفتكر المهام اللي احنا سيبناها طول اليوم؟ الإجابة مش في ضعف التركيز ولا في كسل منه، الإجابة في قانون نفسي بسيط لكن خطير جدا، قانون باركانسو. تعالوا نتكلم الأول عن معنى القانون أصلا. العمل يتمدد ليملأ الوقت المتاح لإنجازه. القانون ده بيشرح ظاهرة احنا عايشينها يوميا، كل ما ندي لنفسنا وقت أطول كل ما نستهلك الوقت كله حتى لو المهمة ما تستحقش ده معناه إنك مش بالضرورة محتاج وقت أكتر، أنت محتاج حدود أذكى. خلونا نقول مثال عملي كده، طالبين عندهم نفس مشروع التخرج والمدة أسبوع، واحد بدأ من أول الأسبوع وواحد لسه بادئ قبل التسليم بيوم، والاتنين سلموا في نفس الوقت. الفرق التاني ضغط نفسه وركز، الأول وزع المجهود على أيام كتير وكان متراخي أكتر من نص الوقت. طيب هو ليه مخنا أصلا بيشتغل كده؟ عقلنا بيشتغل بطريقتين، الوضع الافتراضي والوضع المركز. الوضع الافتراضي لما بنحس ان الوقت كتير المخ بيركن المهمة وبعدها بقى يبدأ يسرح في مهام تانية او حتى في اللاشيء. تاني وضع الوضع المركز، لما بنحس ان الوقت محدود بنركز فيه وده بيحفز افراز الدوبامين وبيزود الانتاجية. الباحثين اكتشفوا ان اللي بيشتغلوا تحت ضغط زمني خفيف بيكونوا اكتر انتاجية من اللي بيشتغلوا تحت وقت مفتوح. انتوا عارفين بقى ان القانون ده بيأثر على حياتنا كلها؟ قانون مش بس بيأثر على الشغل، ده بيلعب دور كبير في المذاكرة، تنظيم الاجتماعات، إدارة المهام اليومية، حتى في العلاقات. لما العلاقة تكون بدون حدود واضحة بتحصل مماطلة وتراخي في بنائها، زيها زي المشاريع تماما. طب يا ترى القانون ده ليه تأثير على بيئات العمل الحديثة؟ طبعا. الشركات الذكية دلوقتي بدأت تفهم القانون، تبني عليه أنظمة عمل مرنة في إدارة المشاريع زي اجايل والسكرام، بيحددوا سبرنت زمني لكل مهمه حتى لو كانت بسيطه علشان نمنع التراخي. ميتنج بتكون باوقات محدده جدا 25 دقيقه، لان الاجتماعات من غير نهايه واضحه بتتحول لدوامه من الكلام الفاضي. طيب احنا عايزين بقى نستخدم القانون ده لصالحنا. اول حاجه حط وقت اقل من الطبيعي للمهمه، لو بناخد ساعه في كتابه المقال جرب تضغط نفسك وتكتبه في 30 دقيقه، هتحفز تركيزك بشكل تلقائي. تاني حاجه ان احنا نستخدم تقنيه التايم بلوكينج، قسم يومك لبلوكات زمنيه واضحه، ومش كل مهمه تاخد الوقت اللي هي عايزاه، لا انت اللي تديها الوقت. زي مثلا من 9 ل 10 هرد على الايميلات، من 10 ل 11 هركز ان اطلع مهام ابداعيه، 11 ل 11 وربع بريك. ثالث حاجه استخدم قاعده 80 20، 20% من مجهودك يديك 80% من النتائج بتاعتك. ابدا اسال ايه الجزء فعلا اللي بيحقق انجاز في المهمه، حدده وركز عليه في الوقت المحدد اللي انت حددته. تعالوا بقى نشوف قانون باركانسون قابل الكمال المزيف. ناس كتير بتقول انا محتاج وقت اطول عشان اعمله بشكل افضل، لكن الحقيقه 70% من الوقت الاضافي بيضيع في تفاصيل مش مهمه. وزي ما قال ستيف جوبز، الناس اللي بتنجز مش هم اللي عندهم وقت، هم اللي عندهم نيه واضحه وحدود صارمه. طيب بعد الكلام الجميل ده كله احنا عايزين خطوات عمليه نبدا بيها من بكره. اول حاجه ان احنا نكتب قدام كل مهمه وقتها وقلله بنسبه 20%. تاني حاجه هنستخدم تايمر لاي مهمه وممكن نستخدم فيها تقنيه البرومودورو. ثالث حاجه راجع يومك في الاخر وشوف هل كل مهمه كانت فعلا محتاجه وقتها. رابع حاجه امنع التبديل بين المهام، المالتي تاسكينج، انه بيضيع ضعف الوقت الحقيقي. في النهايه قانون باركانسون مش ضد الراحه لكنه مع الوضوح والانضباط. الوقت مش عدوك، الطريقه اللي بتتعامل بيها معاه هي اللي ممكن تبقى حليف او عائق. فكر فيها، هل انت اللي بتتحكم في وقتك ولا هو اللي بيتحكم فيك؟ وخطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.